شخصيات حموية كردية. أعلام في سطور: الدكتور عمر الشيشكلي، الطبيب الشهيد والنطاس والإنسان. هو عمر عبد القادر الشيشكلي من مواليد حماة 1925. تابع دراسته في حماة حتى حصوله على شهادة دراسة الثانوية عام 1943. وانتسب إلى كلية الطب في الجامعة السورية جامعة دمشق حاليا، ليتخرج طبيبا عام 1948. ومن ثم تابع دراسته في الجامعة الأمريكية ببيروت مدة 3 سنوات ليصبح مختصا بطب العيون والأنف والأذن والحنجرة. ثم تابع اختصاصه في ذات الجامعة ليصبح مختصا في طب جراحة العيون. في عام 1951 افتتح عيادته في حماة في حي آل شيشكلي جانب شارع المرابط. كان معروفا بإنسانيته في تعامله المهني والاجتماعي والنقابي، وكذلك في تعامله مع الفقراء والمحتاجين من المرضى الذين كانوا يؤمون عيادته. قام بتحويل عيادته إلى مشفى بعد شرائه للمنزل الذي كان بجانب العيادة التي قام بتوسيعها بعد إضافة طابق آخر إليها، وأطلق على المشفى اسم المشفى التخصصي. عند بداية الأحداث عام 1980 جاء وفد من دمشق للاجتماع مع الأهالي الذين اجتمع معهم في المركز الثقافي بحماة من أجل الحوار. وفي هذا الاجتماع تحدث الكثير من أهالي حماة، وبين الذين تحدثوا كان الدكتور عمر الشكلي والدكتور عبد القادر القندرجي والوجيه أحمد قصباشي، الذين تكلموا بكل شفافية ووضوح بأنه يجب على حافظ الأسد أن يتنحى عن الحكم، وكان كلامهم هذا بمثابة قرار إعدام صدر بحقهم، حيث حضرت قوة من الوحدات الخاصة واقتادت الثلاثة من بيوتهم. وكذلك المجاهد خضر الشيشكلي أحد رموز الاستقلال، حيث أخذوهم إلى خارج مدينة حماة ليتعرضوا للتعذيب قبل موتهم، حيث قاموا بفق عيني الدكتور عمر الشيشكلي وتعذيبه بالأسيد حتى توفي. أما الدكتور عبد القادر قاموا بتقطيع أطرافه وهو حي، ثم مات من جراء الأسيد والتعذيب. وكذلك الأمر بالنسبة لخضر الشيشكلي وأحمد قصباشي، ثم ألقوا بجثثهم في أمكنة متفرقة من ريف محافظة حماة، وكان ذلك في 12/4/1980. وقد صعب التعرف على جثامينهم من شدة آثار التعذيب بسبب الظروف الأمنية آنذاك وعدم التجول بسبب سيطرة قوات الوحدات الخاصة وسرايا الدفاع عن المدينة. وقد تم دفنهم بشكل سري ولم تقام لهم مجالس عزاء. بعد وفاة الدكتور عمر الشكلي تم إعادة فتح المشفى وأطلق عليه اسم مشفى الدكتور عمر الشكلي التخصصي، وتم تثبيت الآرمة بشارع المرابط، إلا أنها لم تبقى سوى بضع ساعات حيث تم استدعاء الأطباء الذين قاموا بإعادة تجهيز المشفى إلى فرع الأمن العسكري، حيث طلب منهم حذف عبارة الدكتور عمر الشيشكلي قائلة سجنهم وإغلاق المشفى. وما كان منهم إلا أن ألغوا عبارة الدكتور عمر الشكلي من الآرمة وأبقوا على المشفى التخصصي. وهذه القصة رواها لي بحذافيرها المرحوم الدكتور سمير الأسود أحد أطباء المشفى. شغل الدكتور عمر الشكلي منصب رئيس جمعية طب العيون في سوريا، وكذلك نقيبا لأطباء حماة. تم تخصيص منزله الواسع في حي الشريعة بحماة لخدمات الجمعيات الإنسانية. بعد التحرير قامت نقابة الأطباء في سوريا بتكريمه في حفل جرى بتاريخ 8 شباط 2025. المحامي معتز المرازي.